هاخد حضراتكم خبر غريب وكارثي ايضا. يعني احنا كنا بنتمنى ان احنا دايما نتكلم عن الحقيقه الامور المفرحه والتفاؤليه، وهنروح ليها ان شاء الله، لكن لازم نحط ايدينا على كل الاخبار المطروحه. في دراسه طبيه بتقول انه الكاتشب بيشبه الطاعون في اضراره على صحه الانسان، لانه بيحتوي على مكونات ضاره جدا ومدمره للجسم، منها مركزات الطماطم الحمراء والخل المقطر او المقطر يعني، وشراب الذره عالي الفركتوز، وبودرة البصل والنكهة الطبيعية. مش بس الكاتشب لوحده، ده كمان المايونيز. ده بيقول أو بيعني طبقا للأطباء أنه بيكون في تأثيرات خطيرة جدا على الجسم. في خبر نشر على أحد المواقع الأمريكية اللي هو هيلثي فود هاوس، قال أنه العديد من الأسباب لتجنب هذه الصلصة منها مكونات الكاتشب ثبت علميا انها بتشكل ضرر على الصحه. يبقى المكونات اللي بتدخل في الكاتشب والمايونيز لها تاثير على الصحه. هل هذا الكلام علمي وثبت بالفعل؟ وبعدين ده احنا مدمنين للكاتشب والمايونيز. دكتور هشام الخياط، استاذ امراض الجهاز الهضمي والكبد، مساء الخيرات يا فندم. مساء الفل عليك ويا استاذ شريف وعلى كل مشاهدينك. اشكر حضرتك. يعني لو تضعنا في حقيقه هذا الامر والمنهجيه العلميه للتاكد منه، صحه الناس غاليه يا دكتور. هو انا من زمان بحذر من مضار الكاتشب، والحقيقه انت عارف حضرتك المره دي FDA اللي هي منظمه الادويه والاغذيه الامريكيه داخله ان هي هتعمل وورنينج زي ما بتعمل انذارات للادويه اللي ليها مضاعفات جانبيه، هتعمل كده على الكاتشب والمايونيز. لان انت عارف حضرتك هو ببساطه شديده جدا الكاتشب موجود يعني مكوناته ثوم وبصل وخل، صحيح، لغايه كده ماشي، وملح وصلصه طماطم. المشكله ان في طعم كده بيحبوا الولاد ويدمنوه الاطفال الصغيرين، مشكلة في اللي هو السكر. السكر ده ما بيبقاش اي سكر، ده بيبقى فركتوز، وهو الفركتوز ده عالي جدا، ده معمول من شراب الذره وده عالي الفركتوز. الفركتوز العالي دون 15 او 20 ضعف اللي موجود في الفاكهه الطبيعيه، وده غير صحي على الاطلاق، لانه ممكن يعمل سكر، ممكن يعمل سمنه، بيقلل المناعه، بيقلل من مضادات الاكسده، يعني مصايبه كتيره جدا جدا. ناهيك انه هو بيتحط على الكاتشب كمان ماده اللي هي الصبغ والنشا عشان تثبته ويبقى زي المواد الحافظه. الماده دي الصمغ والنشا اللي موجود فيه ده بيؤدي بالتفاعل مع مكونات الكاتشب بيؤدي لماده سامه جدا وضاره جدا اسمها الفايلينين. الفايلينين دي ماده للاسف مسرطنه. ناهيك بقى على انه في ملح بيعلي الضغط عند ناس اللي صحيح. عندها ضغط او اللي ما عندوش ضغط ممكن على المدى الطويل يجيله ضغط. كمان ما ننساش حاجة مهمة، ان الطماطم والخل والمواد الحافظة اللي موجودة دي بتزود الحموضة الشديدة اللي موجودة عند البني ادمين الطبيعيين، فبتعمل ارتجاع في المريء على المدى الطويل. فننصح الناس ان هي ما تعلمش اطفالها ان تحط كاتشب، يعني انا مش هاكل من غير الكلام ده، ما ياكلش، هيتعود بعد شوية ان هو ياكل بدون الكاتشب ده. وممكن الام تعمل عصير طماطم، يعني مش شرط ان احنا زي ما احنا كنا في بيوتنا زمان، مش لازم يبقى فيه الكاتشب ده اللي بيحطوه الولاد، اللي هو على المدى الطويل بيؤثر تأثير سلبي على صحة البني ادم. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام الخياط، استاذ امراض الجهاز الهضمي والكبد. حقيقة تحذير واضح يا جماعة، بلاش الفاست فود بقى بكل انواعه، لانه الحقيقة بيسبب كوارث لاولادنا.